شوية رقيش وشوية منين ممكن تدوقيهم تحفة جدا، بحشوة جميلة جدا. ومن 2 كيلو طلعنا الكمية دي كلها، ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي ياكل. تحفة جدا. عملنا بالعجوة كده، وعملنا بالملبن، وعملنا السادة، كلها مظبوطة قوي. والسادة يعني احنا زودنا لها كام حاجة كده عشان تطلع معانا بالنعومية والخرفشة والطعم الحلو، بس ما تبقاش ناعمة قوي زي المنين. تعال نسموا الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حطيت 2 كيلو كده دقيق في العجين، تمام. وهنا السمنة هنحطها كده معاكم. الكيلو مقدار الكيلو الواحد بياخد كوباية سمنة، كوباية زيت، اللي هو المج اللي موجود في كل بيت، تمام. عاير بس ومشي بالمقادير بالظبط هيطلع معاكي تحفة. وربع سمنة على زيت، يعني كوبايتين زيت وسمنة وربع، يعني كوبايتين وربع زيت على سمنة. عايزاها سمنة بس تمام، عايزاها زيت بس هتبقى ناشفة شوية معاكي، فيفضل ان هي كمان ايه يبقى خليط، يعني ابسط الامور. مش عايزة زيت خالص، حطي سمنة، يبقى كوبايتين وربع من السمنة للكيلو دقيق. تطلع معاكي ناعمة جدا. حابة تعملي قراقيش سادة تكون خشنة شوية تاكليها مع الشاي بلبن، يبقى حطي يعني حطي مش عايزاها مثلا فيها عجوة، مش عايزاها فيها حاجة، عايزاها خشنة شوية، شيلي الربع السمنة الزيادة، يبقوا كوبايتين بس. تطلع معاكي مظبوطة وحلوة جدا جدا. عايزاها تبقى خشنة اكتر، شيلي معلقتين سمنة من المجين اللي انت هتحطيهم للكيلو. تطلع معاكي بقى الطعم والخرفشة واللي انت عايزاه، القوام اللي انت عايزاه. هنا حطيت كوبايتين وربع من الزيت وكوبايتين وربع من السمنة، تمام، لل2 كيلو. وهنا جبت بولة كده، وجبت كيس من الخميرة، وهفضيه كده في البولة، واحط عليه معلقتين سكر 3 حسب ما انت حابة السكر في الحاجة، يعني بتستطعمي طعمها حطيه. فانا هحط كده وبصوا نص معلقة كده من الملح، او ربع معلقة، يعني مش كتير عشان طبعا دي فيها عجوة وملبن، فانا مش عايزة يبقى فيها الملح زيادة. فهحط بقى السكر، وبحط كل المكونات فوق بعضها كده زي ما انتم شايفين. وممكن تحطي الملح مع الدقيق، وتحطي الخميرة والسكر لوحدهم، يكون افضل يعني. بس انا حطيت وكده، دفيت شوية مية كده ونزلت بيهم، هنقلب كده تقليبة كويسة. وحابة تعجني بحليب، حليب عادي تمام، حليب رايب تمام، اللي متوفر عندك. عايز تعجني بمية عجني. عامة المية في الكحك وفي القراقيش وفي الحاجات دي بتطول عمرها. هنا كنت سخنت بس الزيت والسمنة، وفكيت بس السمنة كده وحطيتها. هنا الكاميرا كانت مش جايبة ان انا بحط على الدقيق، بس هظبطها دلوقتي. وهشغل كده العجانة عليها. آه يعني انا مركزة بقى في الحاجات اللي انا شغالة بيها على الرخامة، مش مركزة كده مع العجان. فحطيت كده السمنة كده زي ما قلت لكم، وبحطها بالتدريج، مش بحطها كلها مرة واحدة، علشان خاطر حسب ما العجينة تاخد مني. في نوع دقيق بيبقى مختلف عن التاني، وانا جايبة دقيق متعدد الاستخدامات، يعني ممكن تعملي بيه قرص، ممكن تعملي بيه القراقيش ديت، يعني ممكن تعملي بيه كيكة كده يعني، تمام. بس نوع نضيف يعني. فهنبدأ بقى ان احنا كده بنبسس، يعني بنخلي العجان شغال كده بيبسس. وكده فضيت السمنة كلها مع العجان شغالة بيه. ومكانها حطيت كده قطعة العجوة كده اهيت. وهفككها بس كده على النار، واسيحها كده، واخليها على نار هادية كده تفك معايا. وهنا الخميرة كانت ما شاء الله ارتفعت وبقت تحفة. هنا بقى كل شوية بنزل الجناب كده للدقيق، عشان ما يبقاش في دقيق ولا في حاجة في الجناب. انا عايزة كله يتبسس، وكله يبقى التبسيس كده شارب الدقيق، شارب السمنة كلها والزيت بتاعها. هنا بقى الخميرة ما شاء الله تفاعلت وبقت تحفة. هنفضي كده، وانا طبعا بجرب الخميرة يعني معتمداها خلاص. بس للناس اللي اول مرة تجيب الخميرة، او نوع اول مرة تجيبيه، لازم تعملي التست اللي انا عملته دوت. تحطي السكر على الخميرة، شوية مية دافيين كده لو في الشتاء، لو في الصيف مية عادية، وسيبيها على الجنب 5 دقايق كده وشوفيها. هنا بقى كنت بعجن،
وبجد مش عارفه اقول لكم ايه، والله اسفه ان العجان مش باين يعني العجين. فالكاميرا كنت مركزة مع الخامة وما كنتش مركزة مع العجان. كده بحط المية تدريجيا. اخدت مني بولتين مية غير البولة اللي كان فيها الخميرة اللي هي النص. هنا بسم الله ما شاء الله العجينة ما شاء الله ملمسها تحفة. اي بصوا تمام كده خلاص. هطلع الجزء بقى اللي انا هعمل منه المنين او الكعب الغزال. وخليت قطعة كده في العجان. هحط عليها كده مج كده من الدقيق او بولة من الدقيق. واحط عليها شوية مية واعجنها. انا عايزة تبقى رقشها خشنة شوية، ما تبقاش ناعمة معايا يعني. تمام اهي. هشغلها كده برضو 5 دقايق 3 دقايق بالظبط، وطلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت برضو حلوة جدا. خلاص كده هلمها بقى واسيبها كده العجينه ديت بتاعت القريش في العجان، والتانية في البوله اللي انا حطيتها فيها او في طبق واسع كده حطيها. وابداي اشتغلي منها. جبت المفرش العجين فرشته وحطيت كده كيس عليه، وجبت العجوه بتاعتي بقى بعد ما هرستها كده وظبطتها. هاخد منها قطعه كده هي هديت طبعا معانا، واحطها هنا كده واحط عليها الكيس التاني وافرد عشان خاطر اجهز العجين. طبعا لما تعوزي تعملي المنين اللي هو المبروم دوت اللي هي طبقة عجين وطبقة عجوة او طبقة عجين وطبقة ملبن، اعملي الطريقة دي. افردي بالطريقة دي كده وما شاء الله بتتفرد معاكي بسهولة، لان هي ما شاء الله انت بقى مدوباها كده على النار كده نار هادية، ومخليها ناعمة في ايدك. وساعات بتجيبيها اصلا من عند الراجل يعني من عند العطار بتبقى طرية وجميلة تفردي على طول. تمام كده فردتها وشلتها بكيسها فوق بعضه زي ما هي، وجبت قطعة من العجين وندلكها في ايدينا بالشكل دوت كده، ونبدأ ان احنا نفرد فيها. برضو ما شاء الله سلسة ومش بتاخد اي حاجة خالص في الفرد. ممكن تفردها بايديكي تماما يعني بدون اي فرادة بدون اي حاجة. بس انا عشان عايزاها مسوية يعني لحد ما يعني. تمام فردتها بالشكل دوت وجبت بقى العجوة كده وشلت طبقة من الأكياس اللي أنا حطاها. كيس تلاجة افتحيها عادي وحطيها، بس أنا جايبة الأكياس اللي هي بتتحط بين الطبقات. لو بتعملي كفتة بتعملي برجر بتحطيهم في الفريزر، الحاجات ديت بتحطيها بين الطبقات كده تقطعيها. لو بتعملي الكحك مثلا وعاملة علب أو كده بتحطيها برضو بين الطبقات. تمام كده هنبدأ ان احنا نبرم كده ونتك عشان نطلع اي هوا داخل القطعة بتاعة العجين والعجوة. تمام كل ما افرد كده بالشكل دوت كده واطلع واوزع. هفرد الحتة دي كده واعرضها شوية وابدأ ان انا اشتغل كده واقفل كده واتك عليها وافرد. واجيب بقى الصينية بتاعتي السكينة قصدي، واقطعها كده على 2 او على 3 حسب بقى الرول بتاعك. بقفل برضو كويس كده وبتك عليها كده بحيث ان انا اقفلها ولو فيها اي هوا يطلع. تمام كده هي كده ما شاء الله سمكها حلو قوي. ابدا ان انا اقطع بقى بالشكل دوت اهوت كده وتقطعها سهل وبسيط والله ما بتاخد منك وقت، وحلوة جدا وخير في البيت وحاجة كده تجيب ولادك. ومع المذاكرة كده كام واحدة كده مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي حلوة يعني. في الفطار كمان حلوة تاخديها كده بين الوجبات سناكس كده حلوة برضو. يعني هي مش سناكس بس يعني دسمة فيها سمنة فيها حاجات. تمام كده عملت اللي هي العجوة، وهنعمل كده اللي هي الملبن برضو. هاخد قطعة كده بالسكينة كده بيشبط الملبن. بس عايزة اقولكوا الطريقة ديت هيطلع معاكي تحفة مش هتنهي همها ابدا. شوية دقيق بقى وتيجي حاطة تحت كده شوية وفوق شوية، ونبدأ ان نتك عليها بس نبططها كده نفردها بس. وبعد كده بقى احط عليها المفرش التاني برضو، وابدأ برضو بالفرادة كده وافردها عشان خاطر انا عايزاها تبقى برضو رقيقة، بحيث ان انا لما احط عليها العجين برضو تتبرم كده وتديني شكل وتديني طعم. بصوا هي الملبن بقى يعني في ملبن بيبقى طري بيمشي معاكي بسرعة، في بيبقى ماسك نفسه شوية.
فانا ايه هفرد كده الملبن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهوت. وبرده قطعة عجينة كده برضو ايه الفها لفة كويسة كده وتقفليها كده ببعضها كده وتظبطيها، بحيث ان هي يعني متبقاش فيها برضو فراغات ولا هوا ولا اي حاجة. بصوا سلسة برضو في الفرد ازاي، ما بتاخدش وقت اصلا في الفرد برضو. يعني هي زيها زي هي ما شاء الله العجينة طالعة حلوة وطرية ومظبوطة يعني. احاول اظبطها شوية كمان اهيت كده. تمام كده. لازم الملبن بلبن الملبن ترشيه شوية دقيق عشان ميلزقش منك، وعشان ما يشبطش في ايدك ويزهقك. انا اكتر حاجة يعني ايه بحس ان هي بتخنقني كان الملبن، بس الطريقة دي لا ما عادش بتخنقني بصراحة. يعني جت في دماغي ونفذتها على طول. تمام كده. وبرضو قطعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبرضو بنفس الكلام ونفس الطريقة ونفس الخطوات اللي انا عملت بيها العجوة. لو حسيتي ان القطعة مفرغة معاكي او كده يعني ايه قفلي عليها كويس عشان خاطر يطلع كل الهواء اللي فيها. ونقطع برضو بنفس بزاوية كده، وتقطعيها ايه مكعبات تكون حلوة، يعني تكون ايه لا كبيرة قوي زي بتاع الفرن ولا صغيرة، تبقى متوسطة وحلوة. إيه، عشان اللي ياخد قطعة ما يرميش منها نصها او يقطم قطمة ويرميها كده يعني. وبرضو في الصواني كده وبرص بدون ما تتنيها اي حاجة، تبقى الصواني بتاعتك بس نظيفة كده ورص فيها. ونخلص كده ايه الكمية دي بقى اللي هي السادة. يعني السادة ديت كده ايه آه، افرديها كده وما تبقاش عريضة قوي، وتبقى جميلة جدا. وانتي بترصها في الصينية تسيبي برضو مسافات بين الواحدة والواحدة، بحيث ايه ان هي تتحمر من كل الجناب، تطلع معاكي برضو حلوة جدا. تمام كده. نقطعها بقى ايه بشكل متساوي كده بزاوية او بالطول كده. انا بحبها بصراحة بالطول، بزاوية بحس انها بتبقى طويلة قوي، لكن لما تكون بالشكل دوت بتبقى حلوة برضو ايه ومناسبة كده. اهي بصوا سمكها خليه حلو كده عشان تطلع معاكي يبقى فيها قلب كده وتبقى جميلة. هنا بقى دولت القراقيش السادة وشوية بالعجوة والملبن. الباقي والله صورته وما جاش المقطع دوت. هنا بقى كنت طلعت كده من الفرن الملبن والعجوة، ونكمل بقية الكمية ونشوف مع بعض. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفة جدا، لونهم وسواهم وطعمهم وريحتهم وريحة الكحك كده في البيت المنين كده، وريحة الخبيز تحفة جدا. جربي كده لولادك هيعشقوها، تطلع معاكي تحفة جدا وطعمها حلو ونعمتها حلوة. ان كان بقى القراقيش السادة ولا بصوا تحميرها حلوة جدا جدا اهي من فوق ومن تحت. فعشان كده بقولك سيبي ايه مسافة. وبصوا ناعمة ومن جوه مشبكة كده وجميلة جدا. جربوا كده الفيديو، جربوا كده كام واحدة كده يعني نص كيلو كيلو، ودي بقيته بقى اللي كان في الفرن. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله، ويطلع معاكوا احلى واحلى، وتطلع الحاجة مظبوطة وناعمة وجميلة بالشكل اللي انت شايفاه دوت. كل اللي يدوقها عندك ياخد منك الطريقة لو مشيتي بنفس الخطوات. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشيري لاصحابك. مع السلامة.